أنا أشجع ثقافة الاعتذار وبعلمها لأولادي كمان. لما حدا ياخد مكاني بالباركينج وبيقول لي أنا آسف أخدت مكانك، عادي بسامحه. لما زميلي بالشغل يطق لي برغي لحتى يطلع على كتافي بالمنصب ويعتذر بعدين، بسامحه، عادي بتمرق. أشجع ثقافة الاعتذار لما الإنسان ما بيكون تشمت وشجع وصفق للأشخاص يلي قتلوا أهل بلدي. بهاي الحالة أنا أشجع ثقافة الاعتذار. لما ما بيكون سخر من آلام الأشخاص يلي عاشوا بالمخيمات بسبب الرئيس يلي وصلهم للمخيمات، كمان أشجع ثقافة الاعتذار. أشجع ثقافة الاعتذار لما تكون نابعة من قلب الشخص فعلا وحس بالندم، ما اعتذر لأنه ما ضل عنده خيارات، لأنه الناس صارت تشوفه بالطريق وتبزق عليه، لأنه ما بقى عنده جمهور، لأنه ما بقى حدا يحبه بسبب مواقفه وتصريحاته المخزية. أشجع ثقافة الاعتذار لما يكون الإنسان ارتكب خطأ قابل للاعتذار. حسبالك ننسى.